السلام عليكم، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير صحة وسلامة يا رب العالمين دايما يا رب. شكرا جدا لجمهور نادي الزمالك في الفيديو السابق اللي جاب فيه 150 لايك لصفقات نادي الزمالك. عايز اشوف جمهور النادي الاهلي هيوصلنا لكام لايك الفيديو ده. كل الدعم لجمهور النادي الاهلي اللي ممكن يوصلوا الفيديو ده ان شاء الله ل 200 لايك، وكمان يدوسوا اشتراك في القناة ويفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. في الفيديو ده جايبين لكم صفقات النادي الاهلي وكمان اللعيبه اللي هتمشي من النادي الاهلي او الراحلين عن النادي الاهلي. لازم ندعي بالرحمه لكابتن ميمي الشربيني. وفاة كابتن ميمي الشربيني نجم النادي الاهلي السابق والمعلق الشهير. أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن وفاة المعلق الرياضي الشهير ميمي الشربيني بعد صراعه مع المرض عن عمر ينهاز 87 عام. طلب من كل اخواتي ان ينزلوا في التعليقات يكتبوا الله يرحمك يا كابتن ميمي الشربيني. كان ايقونة كبيرة في التعليق وكان نجم سابق للنادي الاهلي. طبعا جمهور النادي الاهلي العظيم ما بينساش حد. يلا بينا نشوف كده الراحلين عن النادي الاهلي في موسم 2025 وهي الانتقالات الشتوية. وهو اول لعيب رحل عن النادي الاهلي وهو بيرسي تاو. والله انا كنت شايف ان بيرسي تاو حاجه كويسه جدا وخامه كويسه جدا، واحد على واحد بيعرف يعدي وبيعرف يشوط وبيعرف يباصي كويس جدا، بس مش عارف هو مشي ليه. طبعا بيرسي تاو لعيب كبير، النادي الاهلي خسر بيرسي تاو لو ما عرفش يجيب بديل ليه، لو ما عرفش يجيب بديل كويس من الدوري المصري. زي طبعا عندنا كتير في الجنب ده كويس جدا بس محتاج انه يتبص عليهم زي مصطفى فتحي. ما اعرفش ممكن مصطفى فتحي يجي النادي الاهلي، بس النادي الاهلي لو قدرت تخش في الصفقه دي هي اللي هتقدر تعوض واحد زي بيرسي تاو. بيرسي تاو مع النادي الاهلي 126 مباراه بقميص النادي الاهلي منذ موسم 2021 بكافه المسابقات، وسجل خلالها 30 هدف. سجل خلال 126 مباراة 30 هدف وهو بيلعب في مكان تحت المهاجم. بيرسي تاو لاعب كبير ومحدش يختلف على كده. بيرسي تاو واحد على واحد كويس جدا. بيرسي تاو بيعرف يراوغ. بس خلاص هي النادي الاهلي ماشي خلاص بيرسي تاو، فده انتهى الامر. بخلافة بيرسي تاو ومن المحتمل أن يعلن عنه النادي الأهلي عن رحيل عدد من اللاعبين في الميركاتو الشتوي الجاري، مثل يوسف أيمن الذي يقترب من العودة للدحيل القطري، وخالد عبد الفتاح الذي قد يخرج معارا لأحد الأندية المحلية. خالد عبد الفتاح خلاص كده كولر قال لك أنا مش عايز اللعيب ده، كده خلاص انتهى بالنسبة لي هو ويوسف أيمن وبيرسي تاو طبعا اللي رحل من فترة بسيطة. بس أنا في نقطة، أنا اللعيب الكويس اللي ما كنتش عايزه يمشي بالنسبة للعيبة دي هو بيرسي تاو. طبعا أنا عارف إن جمهور الأهلي ممكن يختلف معايا في الحتة دي، بس والله أنا كنت شايف بيرسي تاو واحد على واحد كويس جدا وكانت ساب في النادي لو أنت مش هتعرف تجيب ليه البديل. وطبعا لازم النادي الأهلي يجيب حد بديل كويس يمسك مكان بيرسي تاو. طالما أنت ما كانش عاجبك بيرستاو ان هو مهاري وكويس بس ممكن تكون ما اداش مع النادي الاهلي بشكل او ما عجبش جمهور النادي الاهلي، وانت عارفين طبعا جمهور النادي الاهلي ما عندوش هزار في الحته دي، يا تيجي وتأدي وتجيب جوان وتيجي كويس جدا يا اما تتكل على الله. تعالوا بقى نخش كده على صفقات النادي الاهلي في فتره الانتقالات الشتويه هتكون عامله ازاي، ويكون ميركاتو كويس ويا رب يعجب جمهور النادي الاهلي العظيم. بس قبل ما نبدا في صفقات النادي الاهلي بالله عليك يا شيخ، لو انت لسه بتشاهدني لحد النقطه دي فما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. القناه دي بتديك اخبار اول باول ان شاء الله عن كل المباريات بكافه اشكالها، اذا كانت في الدوري المصري، كاس مصر، الكونفدراليه، ودوري ابطال افريقيا. كل ده اول باول ان شاء الله يترسل لك. بس ترسل لك ازاي؟ هتدوس لي اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. ما تنساش تعمل لي لايك للفيديو ده عشان يوصل لغيرك. يبحث الكثير من جمهور وعاشقي المارد الأحمر عن صفقات الأهلي الجديدة 2025 مع مطالبة الجمهور بالتعاقد مع صفقات جديدة، خاصة في ظل تراجع أداء الفريق الملحوظ مؤخرا واقتراب مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية. لا صوت يعلو داخل جدران القلعة الحمراء فوق صوت صفقات الأهلي الجديدة 2025، ويأتي ذلك بالتزام
وهو الذي قد صرح به الإعلامي وحارس المرمى الأهلي السابق أحمد شوبير، الذي أوضح أن الأهلي يسعى للتعاقد مع 3 لعيبة صفقات جديدة على الأقل من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل بطولة كأس العالم للأندية. وقال أن يتم إقناع كولر بالتعاقد مع مدافع. في إطار ذاته قال الإعلامي سيف زاهر إن الأهلي أنهى صفقتين بنسبة 90%، أحدهما مهاجم، بالإضافة إلى دخول مسؤولين الأهلي في مفاوضات مع نادي طرابزون التركي للتعاقد مع تريزيجيه المعار لصفوف الريان القطري، والتعاقد مع أحد ثنائي قلب دفاع فريق زد محمد إسماعيل ومصطفى العش. ولم يتم حسم موقف البرازيلي إيفورتون فريق، وهناك مطالبة باستعادة محمد عبد المنعم. طبعا يا جماعة جمهور النادي الاهلي لسه متمسك بمحمد عبد المنعم، جمهور النادي الاهلي عايز لسه محمد عبد المنعم يرجع، لان محمد عبد المنعم اضافة كبيرة جدا والله من ساعة ما ساب الاهلي، وانت تحس كده ان في خلخلة في دفاع النادي الاهلي. مش هو ده الدفاع بتاع النادي الاهلي اللي احنا واخدين عليه، او دفاع النادي الاهلي الكويس اللي كان دايما شايل النادي الاهلي. ومحمد عبد المنعم اللاعب الكبير طبعا رحيله عن النادي الاهلي فرق كتير جدا، وكلنا شفنا وكلنا حاسين بقيمة محمد عبد المنعم بعد ما مشي من النادي الاهلي. وده دفاع كويس دلوقتي غير رامي ربيعة. محمد عبد المنعم كويس، الاهلي يبدا يرجع محمد عبد المنعم من الاهلي، انت عايزه عشان كاس العالم هيقدر يفيدك بشكل كبير جدا. الراحلين من النادي الاهلي 2025، واستغنى الاهلي عن العديد من اللاعبين اثناء الميركاتو الشتوي، ابرز هذا الاسماء بيرسي تاو، يوسف ايمن، خالد عبد الفتاح الذي قد خرج الى معاون الانديه المحليه، وبالاخص محمود عبد المنعم من محتمل ان يرحل الى سموحه. محمود عبد المنعم ممكن في اي لحظه يمشي، خصوصا لان مستواه في الهبوط مستواه كويس مع النادي الاهلي، وخلاص بشكل كده ان النادي الاهلي قد يستغنى عن محمد عبد المنعم. ويا ريت النادي الاهلي يفكر في مهاجم تاني. ابو علي طبعا وسام لعيب كويس جدا ولاعيب قوي جدا بدنيا وهداف وقناص وبيعرف يخلص اي كره قدام المرمى، بس محتاج طبعا لعيب معاه. افترضنا ولو لا قدر الله حصل له اصابه وكده، يبقى في لعيب يقدر يسند معاه ويكون لعيب بقيمه كبيره زيه زي وسام كده بالظبط. النادي الاهلي ليه في وسام اللي معلش يلاقي حد فطاني، لعيب مهاجم سريع قوي بياخد بالهيد وبالعرضيات باسهل السهوله، كمان بيعرف يحرز اهداف من فاولات، وده طبعا كان غايب عن النادي الاهلي اديله فتره. النادي الاهلي صفقه وسام ابو علي كل التوفيق للنادي الاهلي العظيم في صفقاته وفي مديرينه الفنيين وفي الجهاز الطبي والجهاز المعاون، وكمان ربنا معاكم في كأس العالم وفي كل البطولات. بس ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس حتى يصلك كل جديد عن صفقات النادي الاهلي او حتى مطوشة النادي الاهلي. ولحد هنا يكون وصلنا لنهاية الفيديو، فما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس وتدوس لايك للفيديو ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.